من غزة. أهلا وسهلا، تفضل يا سيدي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا الطفل رمضان أبو جزر من غزة. أهلا وسهلا. عمري 9 سنوات. في قلبي 3 جروح: جرح الطفولة التي دفنت في مهدها حيث ولدت وكبرت بين موتين، وجرح الحروب التي لا تلتئم، وجرح الأحلام التي لا تكتمل. حرمتني هذه الحرب أن أكمل دراستي في الصف الرابع، حرمتني أن أقابل أصدقائي في المدرسة، أتقابل معهم في مراكز الإيواء وفي طابور الماء أو الخبز، وكثيرا ما أقابل أسماءهم في إعداد الجرحى أو الشهداء. لم يبق لي من سيرتي الذاتية سوى بقايا حلمي أن أرسم صورة الوطن بصوتي بقلمي، أن أنقل قصتي وقصص أطفال فلسطين. وربما تحاول هذه الحرب أن تسلب منا الأمن والبيت والأمان، لكنها لن تسلب الحقيقة والإرادة مني. طبعا إلي كل الشرف إنه أجيت وشاركت في هذا المؤتمر الرائع، وإني تقابلت مع كل هذه الوجوه النيرة والوجوه الرائعة، وإن شاء الله زي ما تقابلنا في هذا اليوم في منتدى الجزيرة، إن شاء الله نلتقي عند أبواب المسجد الأقصى بإذن الله. لكن أنا في عندي سؤال، وكل أطفال غزة وكل الناس اللي موجودين في غزة بيسألوا هذا السؤال: أكم بدها الدول العربية أكتر من هيك قصف وقتل وإبادة عشان يتحركوا؟ يعني في 40,000 شهيد استشهدوا من وراء هذه الحرب، وإبادة جماعية بتصير قاعدة في غزة، ولسه الناس قاعدة بتطلع علينا وما تحركت. يعني أنا بدي أعرف أكم بدهم من الأيام، أو يعني أكتر من هيك من أيام الحرب عشان يتحركوا. يعني هاي 223 يوم. أكم بدهم أطفال أكتر من هيك يستشهدوا عشان يتحركوا؟ أكم بدهم بيوت تنقصف أكتر من هيك عشان يتحركوا؟ أكم بدهم صحفيين أكتر من هيك، وعائلات تنباد، عائلات تروح عن السجل المدني؟ أكم بدهم أكتر من هيك عشان يصيروا يحسوا فينا ويحسوا بأطفال غزة ويتحركوا ويساعدونا؟ وقتيش بدهم يصير؟ بدها تصير كل الأمة العربية والإسلامية تصير هيك إيد مع بعض، إيد قوية، وتقف معنا في تحرير المسجد الأقصى. مش هذه قضية كل العالم؟ قضية كل المسلمين ولا بس قضيتنا إحنا؟ يعني عندك المقاوم ضحى بروحه وضحى بحياته عشان يدافع عن وطنه، عشان يشوف المسجد الأقصى، عشان يطلع هذا العدو الظالم والصهيوني من البلاد. عندك الصحفي يروح على مناطق موجود فيها العدو ولا حد في الحياة استجرأ إنه يتقدم عليها. الصحفي ضحى بحياته، ضحى بروحه حتى إنه يوصل الرسالة لكل العالم. وصحيح في صحفيين كتير بيستشهدوا وبتصاوبوا وبتصير معاهم كتير حاجات صعبة وخطيرة، لكن يعني قالوا لا بدنا نبطل عن نشر القضية. لا، ضلهم ينشروا القضية ويضحوا بروحهم بحياتهم حتى إنه العالم يفهم إنه هذه الأرض أرضنا، وهذه القضية قضية كل العرب والمسلمين. يعني مثلا المسعف حاول بأقصى وأكثر ما عنده إنه يعالج المرضى ويعالج الناس. المواطن العادي يعني ضل صبر وانقهر لأكثر إشي وأقصى حد قدر عليه. يعني هي بيطلعوا من تحت الردم ويعني إشي صعب جدا، ولكن بتشوفوا بيطلع هو مصر إنه
إنه بده يعني ما استسلم، صحيح انقهر ولكن بضل صابر وصامد. وإن شاء الله بإذن الله إنه هيك يوم نشوف كل العالم، كل المسلمين هيك مرة واحدة وقفوا مع أهل فلسطين، مع أهل غزة، لأنه اللي بيصير إشي مش عادي أبدا. صحفيين، أطفال، مواطنين، إسعاف، مقاومين مدنيين، كلهم هدول ناس بنبادوا. فلازم إنه كل العالم يتحرك على هذه القضية، لأنه هذه القضية لكل العرب وكل المسلمين. بعدين الله عز وجل قال في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. شوف، يعني الله عز وجل بده يبين لكل العالم إنه هذه أرض كل العرب والمسلمين، إنه هذه أرض مباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يعطيك العافية. شعب هؤلاء هم أطفاله، إن شاء الله ما ينخافش عليه وعلى مستقبله. ناخذ الأسئلة التي وصلتنا عبر مواقع التواصل والمنصات